الموضوع اللي حابب اتكلم فيه برضو موضوع امام عاشور. امام عاشور خلاص، هي اداره الاهلي مش حابه تتعامل مع ادم وطني، وادم وطني بيقول لامام وبيقول اداره الاهلي ان في عروض وفي انديه في السعوديه عايزه اللاعب، وان هو ممكن يحترف. فالفكر اللي موجود دلوقتي جوه اداره الاهلي ان امام عاشور مش هيبقى فيه تعديل للعقد، ويفضل عقده زي ما هو السنتين دول، وخلال السنتين دول يتم اعارته في الخليج، في السعوديه، وتحديدا من يناير الجاي هيبدأ تسويقه. وفي حالة وصول أي عرض إعارة لإمام عاشور في الخليج هيتم الموافقة عليه مباشرة، والأهلي موافق وبيدور برضه على عروض لإمام عاشور في السعودية. تحديدا هو الدوري السعودي المهتم، يعني في أندية في الدوري السعودي مهتمة بإمام عاشور، وأعتقد الوضع بالنسبة له هيبقى مش مطول في الاهلي كتير. يعني امام عاشور في السعوديه لو مش في يناير هيبقى في نهايه الموسم، عن طريق ادم وطني بيدوروا في السعوديه وبيدوروا في امريكا. بس في امريكا عايزين بيع وشراء، الاهلي مش هيطلعوا بيع وشراء، الاهلي هيطلعوا اعاره للاستفاده الماديه، لان عروض الاعاره لما تيجي لامام عاشور من الخليج هتيجي بارقام قد اللي اتدفع فيها. يعني هو اتدفع فيه حوالي 3.5 او 4.5 مليون دولار لميتلاند الدنماركي، واتباعت واتدفع فيه، غير طبعا فلوسه هو والاعلانات والكلام ده كله. فالاهلي عشان يعوض ده محتاج عروض خارجيه، واعتقد الاعاره هي اللي هتبقى الامثل. فامام عاشور الخطوه اللي جايه ليه يا اما في يناير يا اما في نهايه الموسم او بدايه الموسم الجديد هي الدوري السعودي على سبيل الاعاره.